يا مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، ويلا نبلش بالصلاة على محمد وعلي محمد. اذا جداد على قناتي اشتركوا بقناتي وفعلوا لي الجرس حتى يوصلكم كل فيديو انزله، ويلا نبدي. هنا اول شي بلشت بيه بتنظيف البرادي، نكتت المترة، وهنا شكو شي قدامي لميته، وهنا مسحت التخم من الترى، وبعدين كنست الصالة. هنا سويت لها تنظيفات بسيطة. تنظيفي كله صار بالليل لأن تعرفون انتم الجو كلش حار وما أقدر أنظف بالنهار، فتنظيفي كله صار بالليل. وهنا مثل ما تشوفون كملت من الصالة، اعطوني رايكم بيها. هنا انتقلت للمطبخ. هنا مثل ما تشوفون راح أعزل المطبخ. هنا طلعت الغراض مال البهارات والخواشي كلها أريد أغسلها من جديد لأن صار لي فترة ما غاسلتها. هنا أول شي بلشت بيه بالقواطم مال البهارات. هنا خلصت من القواطم مال البهارات، كملت من الغسل، وبعدين شريت. هنا بديت بالخواشي، راح أغسلهن بقاصر وزاهي وأرجعهن بمكانهن. هنا أنا عندي أختي هي تغسل وأنا أشطف. هنا مثل ما تشوفون كملت من الغسل الخواشي وبديت أرتب بين وأرجعهن مكانهن. وهنا غسلت الجدورة وغسلت الطاوات وغسلت الأطباق مال الجدورة وبديت أكمل منعتهن. وهنا نظفت الطباخ كل الزين. وهنا شريت الماعين اللي خلصت منها غسيل وبديت أغسل بالسنك. هم غسلته بزاهي وقاصر حتى شوية تلمع وريحته تجنن صارت. هنا أختي قاعدة تغسل بيه، وهنا بديت أشطف بيه. وهنا مثل ما تشوفون كملت التنظيف كله من المطبخ، خلصت من الطباخ وخلصت من المواعين كلها رجعتهم مكانها. وهنا خلصت من السنق. هنا راح أنتقل للطارمة لأن بقت عندي بس الطارمة أنظفها. هنا أول شي راح أبلش بيه أكنس الطارمة وبعدين أغسلها. وهنا مثل ما تشوفون كملت تنظيف، كنست الطارمة وغسلت الحوش وخلصت تنظيف البيت كله. انطوني رايكم إذا عجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس. تصبحون على خير، باي باي.